ادم اخرج من الجروب غير مرغوب فيك يا زبي. I'm looking at this bus like nigga, you know what? I got this feeling of making your truck blow up. I hit this nigga so hard he threw up. The next album I drop, I re-blow up. What's up, nigga? I push the coast to nothing. Pull it, cock it, bust it. West coast to nothing. You can try my cousin. Why die for nothing? Me and Tyler said fuck him, fuck him. I'm West Coast like 6'4" jumping. I'm West Coast like backyard functions. I'm West Coast like Jazz and Corrupt. I'm West Coast like the ice cream truck. West Coast fresh chucks and white tees. I'm West Coast like the sauce and swine. I'm West Coast paint a picture you can see. يو سلام جميعا. ما بعرف الريتش واطي باللايف مان، عادة بكون ولعاني you know. سيف حبيبي إذا ما عاجبك فيك تظهر من الجروب، لأنه بتعرف بالإسلام كتير حرام إنه أنت تجي تنيك رب براسنا، عرفت علي كيف مان؟ أنا فاطر وما إلك مع زبي وما حدا أبدا إله مع زبي مان، اللي عنده مشكلة يظهر من اللايف ويظهر من الجروب وعادي يعني، ما فيك تيجي أنت تزعجني، عرفت؟ الإزعاج أسوأ من إنه يكون فاطر you know. anyways كيف الجميع؟ إن شاء الله تكونوا منيح، إن شاء الله تكونوا بخير مان. بدي اتكلم كم نقطة عن what's it called اللي عم بيعمل ايموجي غضب كس امك عادي مان. so yeah بدي اتكلم عن فكرة هول البري بروجرامز اللي نحن عم نعملهم، like البرامج الصغيرة اللي نحن عم نعملها، يعني يومين 90s، يومين 2000، يومين 80s you know. هلا مقبلين على some Dirty South Crunk program for like 2 days 48 hours ابتداء من اليوم I guess yeah نسيت من اليوم yeah. so مي مراد إذا معنا لايف اعملي بلوك لكل العالم اللي عم يتمنيكوا، لأن بدي ركز على اللي عم بحكيه you know. so هيدي هي الفكرة بشكل أو بآخر. أنا عم بشوف يعني بدكم تعرفوا شباب، على راسي كل الناس بتعمل فري ستايل، وكل الناس اللي عندها لينكس، وكل الناس اللي اسمع الرابط ده واسمع أخوي من أردن، فلسطين، جزائر، مغرب، لبنان، كله على راسي. بس you know نحن في بروجرام بده يمشي. أول فقرة بروجرامي بلشت مع دي جي جودمان، بلشت الاسبوع الماضي، ما بعرف اذا بتتذكروا، كانت لايك استفتاحيه you know بلاك بارتي، كان شيء كتير روعه، حتى انا كنت مبسوط يعني، نسيت انه انا بالجروب، حسيت حالي you know جاي من برا قاعد عم بسمع، يعني كان الامر كتير اخو مانيوكي. فالفكره هذا كان اول بروجرام فقرة دي جي. بعدنا عم ننظم اي وقت هي رح تنعمل، رح يكون في نهار واحد وساعه واحده محدده كل اسبوع لهذا الامر، فضلا عن برنامج التعليم اللهجات المغاربية اللي رح تستلمها الأخت نجوى المساعد، رح تستلم بروجرام، وهي رح تصير تعمل كل يوم نهار ثابت بالأسبوع بيتكلم عن هذا الشيء، تشرح للمشارقة كيف بتكون الهضرة أو الحكي المغاربي، لأنه نحن هدف هذا الجروب، نحن قلنا أبعاد أكثر ما هي موسيقية، قلنا أبعاد اجتماعية و دولية، نقدر نجمع بين التو سينز، لأنه إذا اجتمعنا السين المغربي والسين المشرقي مع بعض ما بنصير قوة لا تقاس ولا عرفت علي كيف. فهيدي هي الفكرة. في عنا برنامج أنا رح استلمه، رح يكون you know عم بشرح ثقافيا كيف تاريخ الهيب هوب، رح نكون مستلمينه أنا وبدير من عشيرة غوريلات، محمد بدير شار اوت. رح يكون في برنامج عن البيت ميكينج، رح يكون في كمان كومبيتيشنز، مسابقات you know like نتسابق مثل التشالنجز اللي صار من أسبوع ونص أسبوعين. الفكرة وما فيها تحضيرا لقدوم هول البروجرامز، عم بيكون في لايك بري بروجرامز، يعني مثل مقبلات بشكل او باخر، وهذه المقبلات هي اللي نحن عم نعمله. نقدر نعمل شيء خفيف وبسيط وسيمبل،
بس جميل ومسلي، وبنفس الوقت اهم شيء يكون منظم. يعني عم نعمل انه يومين 80s 70s، يومين 90s، يومين سنة 2000. نحن اليوم اخر نهار بنعمل فيه لينكس لسنوات 2000، يوم 2000 2010، ورح نوصل للتراب اكيد يعني لكل الناس اللي سو الفكرة وما فيها يا حلوين. بدي اتحدث عن المقبلات، يعني كل هيدي البوستات تاع هيب هوب 70s 80s 90s 2000s. صراحة يعني انا ما في اعمل دور النعامة وانه عرفت كأنه شيئا لم يكن، لا، عم بيكون الريتش كتير واطئ على اللينكس على هيدي المقبلات تاع البروجرام. ان شاء الله ما يكون نفس الشيء على البروجرام الرسمي اللي رح يوصل، لانه هون بتكون نحن عرفت عليك كتير بنزعل على هذا الامر. لكل الناس اللي عم بتقلي دود هيدا جروب هيب هوب عربي، ليش عم نعمل شيء امريكاني؟ اولا مشكلة الهيب هوب العربي ومشكلة كتير رابرز مثلي وكتير ناس مثلي بيعانوا مع السين والسين الجديد بالاخص، هو انه ما عندهم ثقافة لشوي الهيب هوب. وللاسف مع احترامي للهيب هوب العربي، انا من مؤسسين الهيب هوب العربي، انا من ساهموا بنشر الهيب هوب العربي. سو انا ما عم ببزق على الامر، ما نحن عملنا هيب هوب ننطقه بالعربي، عرفت، نحن جبناه للعالم انا وكتير ناس. فانا مش عم بعمل لايك ديسريسبكت على الهيب هوب العربي، بس نحن اجانا كل العلم من الهيب هوب الامريكاني والفرنسي بشكل سنوي. بدنا نرجع نعيد نفس نوع النوليدج معكم. اكيد هذا الكلام المعني فيه، والناس اللي ما بتعرف، الناس اللي عندها النوليدج ما يحسوا حالهم معنيين، نحن مش عم نتشاطر على حدا. فهول المقبلات كتير مهمين، يعني مزبوط في سايد جانب خاصه بالتسلية، وانه نحن we dropping links in music, it's all about music. بس بنفس الوقت لازم الناس تعرف كرمالك انا عم بقسم تقسيمات للناس. اول شيء يصير عندها معرفة تاريخية بالهيب هوب، بالاصوات، بالساوندز، بانواع الارتست، اسامي السونجز اللي نزلت، كل هالامور هذه كتير مهمة. محمد المقاوشي كس امك. طب مان يعني ما بعرف، يعني كس امك اللي ربتك مان، لانك كتير بلا ترباية برو. هيدا نعمل بلوك لمحمد القاوشي، باي باي، انت مش مرغوب فيك بالجروب. سوية. فانا عم شوف الناس مش اخدة على محمل الجد. يعني بدكم تعرفوا شباب، رح يكون في يوم وفقرة وحلقة يقدر الواحد يحط لينكاته وموسيقته ويوتيوب تشانل. هيدا الجروب مش معمول للبروموشن تبعك ولا تبعي، خاصة عم بدي شدد على تبعي، لانه الناس كل الاعداء مراهنين انه هيدا الجروب معمول لحمورابي. هيدا مش بروموشن لا لحمورابي ولا لإلك ولا لأمك ولا لأبوك ولا لأختك. نحن ما عم نسب، عم بقلك بس you know. هيدا معمول لتثقيف السين. اوكي. الناس اللي بدها تعمل تحط لينكاتها وفريستايلاتها على راسي، ورح يصير هذا الامر، رح يكون في فقرة منظمة لهذا الامر. بس عم بحس ما في تفاعل ايجابي مع ابسط الامر. كتير بسيط وهو كتير مهم. يعني تخيل مان، نحن مثلا انا RGB ملكة دام دوم بيج بالمغرب، ما بقى يعني حيالله اسامي من الاسامي تاع جيلنا مان. نحن ما نزلنا من بطن امنا بنعرف بالهيب هوب. يعني نحن بلش معنا الامر بشي كتير بسيط. بتعرف شو هو؟ انه سمعنا وسمعنا 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 وسمعنا. فهيدي المقبلات تاع انه ال80s وال70s وال2000s والتسعينات والوا الناس اللي اخدتها على محمل مش جد، انا بدي لكم انه هيدي كانت نفس اللي انا عم بعمله معكم هو اللي انعمل معنا، او اللي عملناه مع انفسنا من 20 سنة لحتى وصلنا لهيدا العلم ولهيدا الاتقان. عرفت علي كيف؟ الهيب هوب غير عن المجالات يعني مثلا الطب والهندسة وكله، في عندك قواعد، في عندك كتب بتروح بتقريها بتصير بتتعلم كيف تعملها. الهيب هوب هو يعني حلاوته انه ما له قواعد معينة، فالشبه قاعدة اللي انت فيك تستوحي منها وتتعلم منها هي الاستماع، وتسمع كيف بيعملوا. وتقول استماع، انا عم شدد على الهيب هوب الامريكاني وبشكل ثانوي الفرنسي.
عرفت علي كيف؟ بس خلينا بالامريكاني anyways. سو انا وقتها عم نعمل هول المقبلات تاع 70s 80s 90s كله. دود هيدا اهم، هول ابسط شيء هو عم بيصير بالجروب، بس هو اهم شيء. عرفت؟ يعني الهيب هوب هو لغة. اذا يعني انا مثلا حمورابي انا بعتبر حالي مكبوت. تعرف ليش مكبوت بالسين العربي؟ لسبب واحد، انه عندي كتير من الناس من زملائنا بالجيل الجديد، مش كلهم بس كتير منهم، وكتير من المستمعين مزبوط هن فانز وانا رابر، بس ما بنحكي نفس اللغة. بعدني يعني قليل ما شفت ناس خاصة من الجيل الجديد وبالمستمعين بيتقنوا النولج والعلم واللغة الهيب هوب اللي بنتكلمها. شباب هذا شيء كتير مهم. والله انا لا عم شوف حالي ولا عم بتمنيك ولا عم بشتم، عم بحكيكم امور على بساط احمدي، وهي واضحة شفافة مثل وضوح الشمس. بس الفرق انه انا عم بقولها بصوت عالي. في ناس مش فرقانة معها او ما عندها وقت ومش مهتمة. انا مهتم. اذا بدكم توصلوا تعرفوا كيف موسيقتنا كيف تنعمل، يا خيي انسى نحن. اذا بدك انت كمستمع او كرابر صاعد تصير عندك النولج، يصير عندك الاتقان عفوا، بده يكون عندك مينيموم ذا نولج. يعني هيدي نقاط كتير 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 مهمة، ما حدا يستهون فيها. مزبوط. برجع بقول الامر فن وتسلية، ونحن we're having fun like yeah today is 90s، بكرة 2000s، بعد بكرة كرونك ميوزك، بعد بكرة جي فونك، بعد بكرة نيو جاك، بعد بوم باب، بعد تراب دريل whatever. بس هول الامور كتير مهمين. فانا ما عم شوف ناس عم تتفاعل. سوري فانا ما عم شوف ناس عم تتفاعل بشكل جدي بهيدا الامر. يعني خسارة لإلكم ولإلنا كمان، لأنه نحن بالنهاية مزبوط عم نعمل موسيقى لنفسنا، بس بنفس الوقت عم نعمل لإلكم. وهي مشكلة كتير كبيرة بين جيلي والمستمعين الجدد، هن انه ما بنتقن نفس اللغة. برجع بعيد، ما بنتقن نفس اللغة، قصدي عن لغة الهيب هوب. ما بنتقن نفس اللغة. there's a language، there's a hip hop language. مش عم بطلب منك تكون extreme nerd. انا حمورابي I'm a nerd. انا نيرد، انا جيك بالهيب هوب. نيرد مان. كيف هذا اللي عنده نظارات كبيرة ومعلي بنطلونه؟ انا نيرد هيك قاعد بالصف مان، يعني انسيكلوبيديا على علم، دارسها ماتيماتيك. مش عم بطلب منك تعمل هيك، ان شاء الله تعمل هيك واحسن من هيك، بس عم بطلب منك اقل الايمان، اضعف الايمان. يعني يا دوب تكون في، لانه شباب اقسم بالله في ناس ما عارفه ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل هنا يا باشا؟ مش عارفه شيء. انا هذا الشيء رقبته، هذا الاستنتاج صار مش يوم بيومين، صار يعني انا اول شيء انا من السرفايفرز، انا من بعدهم على قيد الحياه، من الجيل القديم اللي بعدهم مستمرين. وفجاه انا وعيت لصدمه بجيل جديد معين. فانا تعلمت على مدى الايام كيف اتعلم لغته، كيف خاطبه ويخاطبني. دود انا ما مستعد اعمل تامر حسني، مع احترامي له مان، جود ارتست، I love this artist مان على راسي. ما مستعد اعمل ريجي، حتى لو عملنا هلا ريجي سونجز. انا على فكره عملت ريجي بحياتي باي ذا واي، انه مش حتى ما ناس تقول تطلع لي ملفات حياتي. حتى عملت ميتال كمان. بس I mean I'm a hip hop artist. انا ما بدي اعمل تكنو الكترو لحتى تصيروا تفهموني، او بصير اعمل مثل التجربات اللي بتصير بمصر اللي هي الخلط ما بين المهرجان وانا I'm a big مهرجان فان. I love مهرجانات، بس انا مش فايت اعمل اكسبيرمنتال. مثلا انا من لبنان، ما بحياتي فوت الدبكة ويا دلعونا وصرت اعمل لحتى اعمل نوع من اكسبيرمنتال تفهموه. دود انا وكتير ناس مثلي وكتير ناس مثلنا وكل الناس اللي بلشوا الثقافة هن ما تعلموا من هيب هوب امريكا مثل ما هو. It's pure orthodox hip hop. هيب هوب اصولي. عرفت علي كيف؟ 100% raw uncut. You know what I'm saying؟ هيدا هو الوضع. ومن الفرنسي كمان، اللي بده اليوم ليس كما كل يوم، اليوم يوم جديد مان. اللي بده يتعلم يخاطبنا بلغة الهيب هوب لازم ياخد على محمل الجد كل البوستس اللي عم بيصيروا، خاصة هول الابيتايزرز، المقبلات اللي نحن عم نعملها لإلكم. عرفت كيف؟
نحن اليوم اخر يوم هيب هوب من 2010. بكره رح نقلب شوي، نصير نعمل تفصيل، يعني نفوت على الكرونك وقصص قبل ما يبلش البروجرام الرسمي. ف يا ريت تتفاعلوا بالامر، يا ريت في اكثر ناس تستفيد من الامر، تستفيد من الامر كرمال اذا مش عارفه شو هو الهيب هوب يستفيدوا من هالابيتايزر كرمال يروحوا يعملوا سيرش. دود بدكم تعرفوا شغله، نحن بايامنا ما كان في كتير انترنت. بذكر كان اللي عنده انترنت هو واحد بالمنطقه بالحي، وكل الشباب يروحوا لعنده، وانا منهم. عرفت علي كيف؟ نروح كلها مثلا نهار الثلاثة بعد الظهر، عرفت، ونقعد نص ساعه. فكان الانترنت واو، وما كان في وقت ولا كان عنا المقدره، وما كان في التكنولوجيا مثل اليوم نقدر نعمل ريسيرش. بس احذر شو نحن بنعرف بالهيب هوب اكثر منك. ليش؟ يعني هلا انا ما بدي فوت بموضوع وجداني ووجودي انه افتقار التكنولوجيا بيعمل منك اكثر عالم، which is true. مش هون الفكره، بس اليوم الحجه عليك اكثر من الحجه علينا. اليوم انت ليس لديك اي عذر، يعني هاشتاج نو اكسكيوز عريت البودي بيلدرز الامريكان، you know. so هاشتاج نو اكسكيوز. اليوم عندك كل الوسائل تروح تبحث تعرف شو الامر. برجع بعيدة، ولو كره الكارهون، كس امكم يا كارهون. حبيبي يا رابر صاعد ويا مستمع باحث او عاوز تبحث، بدك تعرف مش حتتعلم هيب هوب عبر استماع الهيب هوب العربي ابدا 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 ابدا. هي بدك تعرفها من دود. نحن بزمننا كان اللي يعمل راب بالعربي انه شيء واو، لانه مثلا انا لك رح احكيك قصه عن حياتي. انا ما كنت استرجي اعمل راب عربي اول ما بلشت، انا كنت اعمل بالانجليزي وبالفرنسي. كان بالنسبه لي غريب انه انطق في العربيه. نحن كنا بزمن اللي بيعمل الهيب هوب عربي يعني هو شجاع ان ينطق الراب في العربي. اليوم صار الامر عادي، وهذا شيء رائع انه صار الامر عادي، بس بنفس الوقت فقدنا الحلقه الاهم اللي هي النولج. We need the knowledge. We need to drop knowledge. We need to drop the knowledge about hip hop. We need y'all to do the research. هيدا هيك بيصير الأمر. عرفت علي كيف؟ يعني Yes sir. Big up قطاع بيروت. Yes sir. RGB was good baby. Yeah. هيدي هي الفكرة يا شباب. بدنا منكم أكتر تاخدوا الأمر على المحمل الجد، وإلا ما رح بدكم تعرفوا إنه هذا الجروب هو ملكنا نحن كلنا عم نشتغل مع بعض. لما كل واحد ياخد الأمر بشكل جدي المشروع بيحصل، اللي هو مشروع أول شيء توحيد التو سينز، وبنفس الوقت إنه الهيب هوب إنه السين كلها العربية ترتقي، عرفت، بالنولج. طب نحن والادمنز والمودريترز ما فينا نعمل كل العمل دود، ما فينا. وانا ما في كل يوم اعمل هيدا اللايف اللي عم بعمله، ما بقدر. يعني هيدا من المحال you know. ما بقدر ابدا. لازم انتوا تفهموا، لازم يصير في تفاعل. شباب صدقوا او لا تصدقوا، انا شفت كومنتات على الانستغرام في ناس عم تقول كس ام الراب الامريكي نحن بس عربي. يعني حتى في ناس عم بتجاهر حرف الراء، عم بتجاهر بالمنكر. Man what the fuck is this؟ ما بعرف. anyways بدنا اكتر تفاعل مع هيدي المقبلات، ما حدا ياخدها على المحمل الهزلي، هيدي المحمل الجد هو بل اهم حلقة. راضي كالي، اسمك كتير حلو من راضي كالي. يس سير. راديكال. بيج اب تونس. yeah. so that's all about it man. انا رح انصرف، عندي كتير امور اعملها اليوم نهار الاحد. انا نهار الاحد عندي ايام مثل حيالله نهار ضلني عم بشتغل طول الوقت. so انتبهوا على حالكم، وتحية كتير كبيرة لكم واحد. خليكم مترقبين البروجرام الجديد رح ينزل، وبين هلالين خليكم مترقبين على العيد او بعد العيد رح نزل فيديو كليب جديد كتير خارق featuring بيج سام من غزة.
تحية للجميع. Yes sir, you already know. Peace y'all.